منتخبات افريقيا بتبص لمنتخب المغرب دلوقتي زي ما بتبص لفرنسا، زي ما بتبص للبرازيل، زي ما بتبص للارجنتين، زي ما بتبص لانجلترا، زي ما بتبص للفرق الكبيره. منتخب المغرب الناحيه الثانيه تحس ان هو عنده فكره واحده موجوده في دماغ المدير الفني، ولو الفكره دي ما اتعملتش خلاص مش حاجه هتفلح. اللي هو خلاص احنا لو الفرقه اللي قدامنا ما بتهاجمش وواقفه في مناطقها احنا هنتنح. خلاص ما فيش حاجه تتعمل. منتخب اصبح قائم على القدرات الفرديه للعيبه. والله تجلي فردي من ابراهيم، تجلي فردي من اناحي، تجلي فردي من ايوب الكعبي على مستوى الانهاء والفينش، تجلي فردي من اللعيبه اللي موجوده في الخط الامامي، تجلي فردي من مزراوي انه يقدر يخش ويخترق ويقطع واحد واثنين ويجرب ان هو يشوط من بره ال 18. كلها قائمه على التجليات الفرديه، وده اكبر خطر. لان انت منتخب كتفكير وكموقع انت في سلمه اعلى من دي بكتير، انت في حته اعلى من دي بكتير. انا من جوايا بصراحه بدات احس ان فعلا يعني على بال ما نخلص المرحله بتاع كاس الامم الافريقيه قد يكون وليد الركراكي مش هو المدير الفني اللي موجود في فتره كاس العالم 2022. لان لحد دلوقتي النتائج نظريا مقبوله، كسبت ماتش، اتعادلت ماتش قصاد مالي، ومالي هي المفروض ان هي اصعب فريق في المجموعه، بس مالي مش الصف الاول على مستوى افريقيا. مالي تعتبر البي بلس بتاع افريقيا. انت لسه عندك سنغال، عندك جزائر، عندك فرق صعبه على مستوى البطوله تقدر ان انت، عندك لسه ساحل العاج، في فضاحل مستنياك. فالمستوى اللي انت بتقدمه لحد دلوقتي اللعيبه فرديا كلها حاضره. الوحيد اللي ما حضرش لبطوله كاس الامم الافريقيه في المغرب هو المدير الفني المغربي وليد الركراكي.